السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي الغاليين؟ يا رب تكونوا بألف خير يا رب. صلوا على النبي حبايبي وزيدوا النبي صلى عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا دلوقتي زي ما قلت لكم كان صاحب البيت طلب مني إن أنا أنظف يعني السطوح. كان في ناس يعني بتوضب شققها والسباك اللي كان بيشتغل وبيرمم في الحمامات، فكانوا اي راتش واي حاجه مش محتاجينها بيحطوها في السطوح. قال لي ان انا انضف السطوح. فانا الفتره اللي فاتت دي كنت تعبانه خالص وما زلت والله تعبانه. انا امبارح كنت بعمل قاعده انا والعيال، بعمل لهم شويه بطاطس. والله العظيم الزيت وجع على ايدي، اقسم بالله العظيم ايديا لغايه دلوقتي نار شغاله فيها، مش قادرة ان انا حتى المس بها لمس. فقلت امري لله وفوضت امري لله، لان انا يعني كمان اللي زاد وغطى المروحة عندي باظت خالص، الموتور اتحرق خالص. رحت اوديها امبارح لحد يشوفها لو فيها حاجة بسيطة يصلحها لي. يعني صدمني الكهربائي وقال لي ده الموتور اتحرق خالص، والموتور لوحده ب800 جنيه غير أجرة ايدي. يعني هو الموتور بس هيجيبه ب800 غير الأجرة اللي هيصلح بيها، يعني أجرته هو. فيعني دخلت لي في 1000 جنيه. فالله المستعان والله. فاضطريت ان انا اطلع انظف وانا ايدي محروقة. بصوا ايدي، بصوا ايدي عاملة ازاي، الحرق في صوابعي وفي كفة ايدي من فوق. الله المستعان، فوضت امري لله. انا اكيد طبعا الاجره اللي هيديها لي بعد ما انضف ويتهدي حيلي ويطلع عيني مش هتجيب حتى، مش هتوصل ربع المبلغ اللي هعمل بيه المروحه. انا قلت اي حاجه وتتدبر. الجو حر والدنيا حر جو زي ما انتوا عارفين، وما فيش حد يقدر يقعد من غير مروحه. الجو حر جدا جدا يعني، وانا معايا اطفال صغيره وربنا يعين يا رب ويساعد. فالله المستعان، ادعوا لي بالله عليكم، لان انا قلت له طب استنى حتى لحد العصر او لحد يعني على الساعة 7 كده، الساعة 6 تكون الشمس ابتدت تروح. لكن هو صمم اني انا اعمل دلوقتي، والدنيا شمس نار في السطوح، وانتوا عارفين الشمس في النهار عاملة ازاي في وقت الظهر بالذات. يعني تحكمات، مش عارفة استعباد ولا بيستعبدوا الناس الغلابة ولا ايه بالظبط، مش عارفة. الله المستعان يا رب. انا حتى نبهت على ابني الكبير، قلت له ما تعرفش اخواتك ان انا شغالة في السطوح. يعني ما حبيتش ان هم يشوفوني في المنظر ده، او مش عايزاهم يطلعوا لي، مش عايزاهم يشغلوني عشان ما يسمعنيش كلمتين ويقولوا لي انت مطلعة، يقول لي انت مطلع عيالك عاملاها نادي. ولا طريقته يعني صليط اللسان هو، وبيطلع اي كلام، ما بيراعيش الشخص اللي قدامه ده هيزعل ولا مش هيزعل، هيتكسر ولا لا، ما بيفرقش معاه. فانا اختصرت نفسي احسن. بصوا ده كله الاول هو جايب لي المجرفة دي اللي هي الحديد، عشان اجرف بيها ده كله، اشده لبره كده اطلعه، ويجي حد ياخده في شوالات وينزل بيه. ده اول حاجة هعملها، ان انا هجر ده كله بالمجرفة الحديد دي اللي هي لها اسنان دي كتير. هجر الحاجات اللي باقية دي كلها، الراتش ده كله، وهو هيكون جايب حد يعني يحطه ويعبيه في شوالات وياخده. وبعد كده بعد ما انضفها خالص من الراتش هكنسها كلها، وبعد كده هرشها بميه. يعني ادعوا لي ربنا يعيني ويساعدني، لان انا طالعه وايديا محروقه
والله العظيم، والله المية لما بتيجي على ايدي، المية بس انا بديكم مثال ان المية بس لما بتيجي على ايدي بتنطط بمسك السقف. ما بال بقى لو الشغل واحتكاكات في الارض وتراب وحاجات كتير يعني. فالله المستعان. الحوجة وحشة، ربنا ما يحوجنا يا رب لمخلوق، ما يحوجناش الا ليه. ادعولي بس ربنا يعيني ويساعدني يا رب. ادعولي يا حبايبي ربنا يعيني ويساعدني، لان انا تعبت من الدنيا ومن كتر التفكير في اللي جاي. تعبت والله العظيم من كتر التفكير في اللي جاي، مش عارفة اسد في ايه ولا في ايه ولا في ايه، وعليا حاجة كده. استغفر الله العظيم. كنت انا يعني دبست نفسي فيها والتزمت ان انا اعملها، فطبعا مع الظروف ده هي ربنا المعين، ربنا المعين، مش هقول غير كده. استودعكم الله يا جماعة عشان اشوف شغلي واشوف الشقة اللي مستنيني، وادعوا لي ربنا يعيني ويقويني بإذن الله يا رب. لان انا والله العظيم صحتي خلاص، انا بكلمكم والله العظيم نفسي باخده بالعافية. انا حساسية الصدر عندي تعباني جدا، وحسها كل مالها بتزيد عندي. فادعوا لي الله يكرمكم، لان انا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. ادعوا لي ربنا يقويني، واستودعكم الله، مع الف سلامة.